السلام عليكم. الجميع يسأل أين أصبح قانون أسس تعادل الشهادات؟ يمكن كل المهتمين من طلبتنا من أخواننا اللي كانوا خارج العراق اللي رجعوا يسألون على هذا الموضوع. اليوم معي سيد النائب ناظم الشبلي، حياك الله سيادة النائب. اهلا وسهلا بك. وين صار القانون؟ الشباب دا ينتظرون. يعني ابتداء مساء الخير عليك وعلى جميع الاخوه المتابعين لهذا الفيديو. الاخوه في لجنه التعليم العالي اجلنا سابقا التصويت على هذا القانون، وكانت هناك وضوح برغبه مجلس النواب بما اقول تسهيله لحد انعدام الرصانه للشهاده، ولكن تعديله بصوره ينطي حريه للموظف والراغب بالدراسه بانه يكمل. اليوم كانت الجلسة الأخيرة مع الأخوة في لجنة التعليم العالي، وكانوا متفهمين للطرح اللي صار. تم تعديلات بكثيرة بأنه ضوابط القبول الابتدائي نفسها السابقة، لا يوجد هناك شرط لموافقة التعليم العالي ابتداء. كانت هناك فقرة بالقانون تقول يعني تخص البلد المانحة أو الجامعة المانحة، تعدلت إلى بلد الدراسة، يعني من حق أي موظف أو غيره يأخذ موافقة المدير العام وموافقته الاعتيادية ويفتح ملف ونفس السابق. هناك كان تخوف من الأخوة الطلبة في الدراسات العليا حسب المدة اللي مقامة في البلد الدراسة. تم تعديل فقرة الدكتوراه البحثية، أصبحت 6 أشهر وغير متصلة. الأخوة في الدراسات بالنسبة للماجستير والدكتوراه الاعتيادية الغير بحثية هم هناك سنة دراسية اللي هي ما تعادل 9 أشهر، ممكن يتخللها خلال هذه الفترة إجازة لا تقل عن 60 يوم للطالب. هذه أهم الفقرات. شفت رقمك ناشريه كل الجروبات مالتهم الشباب ويسألون متى ينجز القانون؟ إذا في حال مشت هاي الجلسة اليوم أكيد راح يكون مصادقة عالية، بعدها يكون نافذ. كان هناك تخوف بأنه يصير بأثر رجعي للأخوة المتقدمين أو المباشرين، لا طبعا هذا بالمطلق غير مقبول. راح يكون نافذ في حال صدوره في الجريدة الرسمية وليس في حال التصويت اليوم. بعد تصديقه وبعد التصويت عليه، بعد موافقة رئاسة الجمهورية وتصديقه بالجريدة الرسمية راح يكون نافذ. اكو اعتراضات عليه؟ يعني جميع الأخوة في مجلس النواب يعني لا يوجد هناك اعتراض واضح على ما طرحت، وأكيد إن شاء الله راح يكون تصويت مرن بما يلائم رغبة العراقيين على إكمال الدراسة ان شاء الله. وان شاء الله نسمع البشاره ويسمعون الطلبه البشاره من حضرتك. تحياتي للجميع، تحياتي للجميع، وإن شاء الله متابعين هاي الجزئية ان شاء الله. شكرا جزيلا. بالتاكيد مجلس النواب قريب جدا من التصويت على قانون اسس معادله الشهادات، وننتظر خلال الايام المقبله ان شاء الله التصويت. تحياتي لكم.